الأذية دايما مردودة سواء منك أو من الآخرين أو من رب العباد سبحانه وتعالى. فكتير يتقال لي انتي طيوبة بزيادة، وانتي اللي بيأذيكي بتسيبيه وما بترديش عليه وما بتعمليش وما بتسويش، واخدة موقف سلبي واخدة موقف مش عارف ايه وبتسامحي وكده. هو الحقيقة ان الواحد لو عرف يسامح، ده لو عرف يسامح يعني فده قمة القوة، مش قمة الضعف ولا حاجة زي ما الناس ما بتبقى متصورة. ولكن أنا من نوع اللي لما حد بيسيء ليا ما بحبش أنزل لمستواه. لو هي الإساءة ما ضرتنيش بشكل مباشر، ما أثرتش في نفسيتي، أنا ما لا أخذ موقف. مش معنى كده أن أنا ضعيفة أو جبانة، بالعكس. في مواقف ممكن الواحد يرد عليها، وفي مواقف الواحد ما تستاهلش ان هو يتعب نفسه ويرد عليها. ده رقم واحد. رقم اتنين، الواحد كل لما يكبر، يعني انا كنت عصبية جدا وانا صغيرة، بس الواحد كل لما بيكبر كل لما بيزداد حنكة وروية وحكمة وهدوء في التعامل. فبيبقى بياخد المواضيع بالراحة وبيحسبها وبعدين بيتصرف على أساسها. مش ضعف ومش خوف إطلاقا، ولكن بيشوف الموقف يستحق ان هو يترد عليه ولا لا، يقلل منه ولا ما يقللش منه، يزوده ولا لا، يقلله يبقى يبعد. ده بالنسبة لي ده رقم واحد. رقم اتنين، رد الإساءة بالإساءة ما هي شطارة. فالواحد ممكن يرد الإساءة بالإحسان، وممكن يسيب المسيء، أنا بتكلم عن نفسي، لرب العباد هو اللي يخلص الحقوق منه. بس في المجمل العام لا أقبل ولن أقبل إن الإساءة توصل للكرامة إن يتداس عليها أو تتمس. دي مرفوضة بالنسبة لي. إن الواحد يمس كرامة الواحد دي غير مقبولة. غير ذلك الواحد ممكن يسامح، ممكن يتقبل، ممكن يعدي، ممكن يسيبها لرب العباد. إنما الكرامة الواحد بيبقى جاحد فيما يخص كرامته، بيدوس ما بيهموش. وفي ناس زيي، في ناس لأ، في ناس داخلة في معارك طول ما هي ما ماشية عشان تثبت نفسها، واللي هي اللي قوية، وان هي بتجيب حقها، وإن وفي ناس متخاذلة على طول الوقت. الوسط والأوسطية دايما ايه أحسن حاجة. وفي الآخر اللي بيسيب حقه لرب العباد بيجيله تالت ومتلت وأحسن مما أراد ومما يستحق. وشكراً.